انا بجد مش طايقاه. انا اصلا حياتي مش ناقصه عمر ده خالص. انا يقول لي شغلي مبتذل. انا حاسس ان انت واقفه له على الواحده على فكره. الراجل شكله بيفهم، وبعدين انا لما قعدت واتكلمت معاه الراجل شكله هينقل القسم بتاعنا في حته تانية خالص. هو انت بتستفزني يعني ولا ايه؟ انا مش فاهماك. وهستفزك ليه؟ استاذه كارمن، عايزك دقيقه بعد اذنك. اتفضل. طب بعد اذنكم. اتفضلي. انا كتبت لك الكومنتات على اخر موضوع. على فكره شغلك بيرفكت، بس بصراحه برضو يعني انا ما كنتش اقصد ان شغلك مبتذل، انت فهمتيني غلط. انا اقصد ان احنا ما نوصلش للترند بشكل مبتذل. خلاص حصل خير. شكرا انك وضحتني يا استاذ عمر. طب الحمد لله. مش هنشيل بقى الالقاب، خصوصا يعني ان احنا زمايل وتقريبا من جيل واحد يعني. يا ريت تشوف حضرتك. طب ما تنسيش بقى الموضوع اللي انت قلتي لي عليه بتاع تطعيم كلاب الشوارع. فكره هايله وعجبتني قوي. ماشي يا عمر. استاذ عمر من فضلك. يا باشا انا عيني عليهم، عيب عليك. قصدي عيب على سعادتك يعني. طب ليه الغلط طيب؟ ماشي يا باشا، براحتك براحتك. هي تلاقيها في العين السخنه لسه ما رجعتش زي ما قلت لسعادتك. انا سامعهم بودني يا باشا. ماشي، سلام سلام. على سعادتك، ده انت راجل رزل. الو. يا ماما، هما دلوقتي بيتقابلوا في بيت راس الافعى بصينه فرنه. لا دخول بيتهم صعب قوي. طب ليه الغلط طيب؟ لا انت كده بتشتمي نفسك. حاضر حاضر يا حبيبتي، حاضر. يلا سلام. انت بتلاقي ليه يا حمار انت؟ لا بقى يا جدعان، انتوا هتقعدوا تهزقوا فيا النهارده؟ انتوا استحلتوها ولا ايه؟ خلاص بلاش تهزيق. نخليها بقى، نخليها قد ايه؟ ليه بس؟ طب ليه كده؟ وكل واحده تقول ان اسمها فاتن، واللي تقول قريبتي واللي تقول صاحبتي، لحد ما استاذ كامل دخل وفضحنا. ومالك بقى ما زعلش من شغل المافيا اللي انتوا عاملينه ده؟ لا الموضوع بيتعدى. وهانيا كانت موجوده؟ لا بس هشوفها النهارده، عندنا ليديز نايت عند بوسعيد. دينا، انا مش عايز مشاكل. انا لصمت الحكايه المره اللي فاتت بالعافيه. يا بابا انا وعدتك، وبعدين احنا بنتجمع نتكلم على موضوع الكتاب ده مع ستات الكومباوند، دي علاقتي بيها، ما تجيبش سيرتك خالص ما تقلقش. لا كلمني عني يعني. دكتور دينا، مدام شوشن وصل. مين؟ شوشن. مدام شوشن.